فأنا عاوزك تبقى يوليوس في التعليم. في كتابه الإمكانيات الدفينة Hidden Potential لآدم جرانت بيتكلم فيه عن قصة مثيرة شوية. يوليوس كيني اتولد في قرية فقيرة مفيش فيها كهرباء ولا فيها عربيات، وكان هو واخوه بيتسابقوا في ان هم يرموا العصاية. لما راح الهاي سكول الثانوية العامة شاف ان هو ممكن يبقى رماح بيرمي الرمح، لكن ما كانش عنده اكسس لاي لا مدربين ولا فاسيلي ولا حاجة ولا حتى يتدرب فيها ولا اي تريننج من اي نوع ولا حتى اي اكويبمنت. بيقول لك هنا يوليوس ما كانش عنده مدرب، ودي كانت نقطة مهمة جدا. فكان بيقول لك هو بيتدرب مع نفسه وعلم نفسه رمي الرمح، فكان عنده ميجور ديس ادفانتج، امكانيات قليلة جدا بالنسبة لزمايله. زميله التاني اللي هو بيتكلم عنه إيهاب عبد الرحمن اتولد برضه في قرية فقيرة في مصر لحد ما وصل 17 سنة ما كانش بيلعب غير كورة. لما في أستاذ شافه شجعه قال له ممكن تجرب رمي الرمح. دخل اول مسابقه كسبها، وبعد سنتين على طول دخل مسابقه عالميه للصغار يعني، وكسب فيها الفضيه. فبيقول لك الكاتب هنا على الورق يوليوس وإيهاب عندهم حاجات كتير زي الاتنين من إفريقيا، عندهم مصادر محدودة، شايفين إن الرياضة طبعا هي تذكرة لحياة أحسن. والاتنين كانوا بيحبوا يلعبوا الكورة، وبعد كده شفتوا إن هم يلعبوا الرمح. لكن بدنيا هو بيقول بدنيا بينهم وبين بعض فرق السماء عن الأرض. بمعنى إيه؟ زي ما انت شايف هنا إيهاب عبد الرحمن ويوليوس، إيهاب هنا حوالي 194، فعنده ميزة أو أفضلية عن يوليوس اللي هو 175 سنتي بس. الميزة التانية طبعا بيقول إنه إيهاب 96 كيلو في حين إنه يوليوس 85 كيلو. فهنا في فرق، يعني كانه بيقول في فرق السما عن الارض. طبعا الاتنين في نفس السن. بيكمل الكاتب ويقول انه الرمح عاوز قوة، فكان في كوتش لإيهاب بيعتبر دراع إيهاب من أفضل دراع ممكن يكون للعبة دي، وبيعتبره إنه إيهاب اتولد عشان يلعب اللعبة دي، لأنه أولا كان طويل وكان وزنه ممتاز للعبة، بعكس يوليوس اللي كان أقصر وكان أقل وزنا. فبيعتبر إنه يعني في فرق السما عن الأرض بين الاتنين. وبيكمل ويقول في 2010 بعد 7 سنوات من التدريب يوليوس أخيرا جت له الفرصة إنه يواجه إيهاب في البطولة الإفريقية. يوليوس خد البرونز، لكن إيهاب خد الميدالية الذهبية. وفي البطولة دي أسوأ رمية لإيهاب كانت أحسن من افضل رمية ليوليوس. انت متخيل؟ السنة اللي بعديها على طول في بطولة افريقية تانية يوليوس جه ورمى الرمح. بيقول لك بعد ما رمى الرمح قدر يبص عليه ويشوف انه عدى حوالي ملعب كورة او بطول ملعب كورة كامل. وبيقول لك ده ما كانش بس افضل رمية ليه، ده اصبحت ناشونال ريكورد، رقم قياسي وطني بالنسبة لي. ايهاب خد الخامس ويوليوس كسب الذهب. كمان بيكمل ويقول أسوأ رمية ليوليوس كانت أحسن من أحسن رمية لإيهاب. بالعكس تمام، هتلاقي ان مازال الكاتب بيدي افضليه لايهاب. فبيقول لك ايهاب مثلا جات له منحه يروح فنلند اللي بيقول لك عاصمه رمي الرمح في العالم، اشتغل مع مدرب من افضل المدربين في فنلند. بقول لك هو قاعد يسمع للمدرب ويطور من التكنيك بتاعه والسرعة بتاعته، لكن لما حصل مشكلة ما في التمويل والفند وقف من اتحاد مصري لانه يروح رحلة تانية لفنلند، وقف تدريب وما قدرش يكمل تاني غير بعد 5 شهور. بعكس يوليوس اللي قدر يطور من نفسه، ولما الناس بدأت تسأله مين اللي علمك قال لهم يوتيوب، حتى كان اسمه يوتيوب كيد او حاجة زي كده على النت. فهو اتعلم معظم الرمح من اليوتيوب. لكن برضو المدرب هنا ما بينكرش ان يوليوس نفسه خد بعض الاشهر من التدريب في فنلند، لكن معظم التدريب كان هو اللي دربه لنفسه. عشان كده بيقارن بينه وبين ايهاب وبيقول ان ده زي السفنج، بيقدر يتشرب ويطور من نفسه ويعلم نفسه بنفسه. اما ايهاب استسلم في خلال ال5 شهور دول ونزل مستواه. فبيشبه الاتنين، واحد بالاسفنج اللي هو يوليوس، واحد بالطين اللي هو ايهاب لو سمعنا ممكن يزعل، واضح ان ايده تقيله، بس الكاتب هو اللي قايل كده عنك، انا ماليش فيه. ملخص القصه ان كل واحد جوانا فيه
اسفنج بشري يقدر يستعمله او ينيمه. انت مين فيهم؟ انت ايهاب ولا يوليوس؟ انت ممكن تبقى ايهاب وممكن تبقى يوليوس. طبعا الكتاب توقف عند المرحلة دي من المسابقات، ما كملش معاهم. يعني ممكن يكون ايهاب رجع تاني او يوليوس نزل او طلع، الكتاب لم يتطرق لكده. لكن هو بيتكلم لحد التوقيت اللي نشر فيه الكتاب انه كان يوليوس تقدم على ايهاب، والسبب انه علم نفسه بنفسه. فانا عاوزك تبقى يوليوس في التعليم. ختاما يقول شوقي: قوموا جمعوا شعب الأبوة وارفعوا صوت الشباب محببا مقبولا. ما أبعد الغايات إلا أنني أجد الثبات لكم بهن كفيلا. فكلوا إلى الله النجاح وثابروا، فالله خير كافلا ووكيلا. هذا ونتمنى لقاؤكم إن شاء ربي وربكم.